انت عارف الشرعيه في 2017 كانت على ابواب صنعاء، وقفت ايش قال امريكا. ايش قال؟ على ابواب صنعاء وقفت امريكا. لما صدقتوهم؟ من اللي وقفكم؟ أمريكا. أمريكا. طيب لماذا الطاعة لأمريكا وحاضر وانسحبت وانسحبت منه؟ ليش انسحبت منه؟ ها؟ طيب ليش تطيعوا أمريكا وتنسحبوا؟ وقفتكم من؟ أمريكا وقفتكم. طارق عفاش كان بياخذ الحديده فيهم، وقف اتفاق ستوكهولم. طيب ليش لماذا وقعت على اتفاق ستوكهولم؟ ليش اجبرت على وانسحب طارق عفاش وقال تموضع مدري كيف التموضع. انا مسلم لله سبحانه وتعالى ان الله اوجدها. توحيد. ذكرتني بدي قالوا نحن أمة التوحيد، وفي النهاية طلع التوحيد لترامب. هل تعرف إيش معنى شرك؟ الحكم لله في الأرض. إذا جبت من يحكمك غير الله عز وجل أنت أشركت بالله. من يحكم في أرضه غير الله، غير أحكام الله عز وجل في القرآن. فالذي أشرك بالله وبيشرك بالله وليس من الموحدين هو الشخص الذي راح يجيب القوانين الأممية ويجيب أمريكا علشان تحكم داخل بلاده. الشرق الأوسط من الذي يحكمنا ذا الحين؟ القانون الأممي، القوانين الأممية وقوانين الأمم المتحدة وأمريكا. طيب أنت هذو قوانينهم تختلف على قوانين القرآن. من الذي أشرك بالله عز وجل في الأرض؟ من طلع أنت موحد، أنت السعودية حقك. ده أنت مسخرة، طلعت مسخرة. وبعدين يقول أنا أعبد الله. ذكرني بإبليس. إبليس هل تعرف على أن إبليس ولا شبر في الأرض كان يصلي مثلك تماما، كان يصلي وكان يصوم، ولا شبر في الأرض إلا وسجد الله فيها، وكان متقي بشكل كبير جدا. اسأل علماءك وهم يقولوا لك إيش ذنبها الوحيد؟ الدين. لما قال إن الدين إنه جاء الدين من أجل التوحيد. التوحيد نعم، من أجل أن توحد الله وتطيعه فيما أراد. يعني مثلا هذاك الأيام كان الدين موجود، كان إبليس بيصلي، كان إبليس بيسجد قبل أن يجي الدين، قبل أن يوجد آدم كانوا بيصلوا. ما هو إبليس ولا شبر في الأرض إلا وسجد لله فيها. كان الدين موجود. فالله عز وجل قرر إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة. إذا الدين قال إني جاعل في الأرض خليفة، وأمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا، ولكن إبليس كان مثلك طبق الأصل. قال أنا خير منه، ما يجي جبابة مثلك، أنت بتحرق، أنا مثلك، إبليس مثلك. أنا أتحداك وأتحداه، وأنا أتحداك وعبر هنا وأنتم شاركوا هذا الفيديو. أنا أتحداك أن تجيب لي شيء واحد تختلف أنت وإبليس فيه. يعني مثلا أنا أتحداك تجيب لي شيء واحد تختلف عن إبليس فيه. إبليس كان يصلي، أنت الآن بتصلي. إبليس كان يصوم، أنت الآن بتصوم. إبليس كان موحد يعبد إلا الله، أنا لن أعبد إلا الله، مثلك تماما. طيب إبليس رفض أن يسجد لآدم، ورفض أن السجود المعنوي، يعني الاعتراف بخليفة الله في الأرض، الاعتراف بآدم أن آدم خليفة الله في الأرض. أنت مثله لن تعترف بأعلام الهدى والعلماء. وبعدها لما تقول هذا جاي يحكمني ويقول إنه أنا أشتي، تطلع لي محاضرة للسيد عبد الملك ويقول لك أنا السيد وأنت العبد. أنا أتحداك، أنا أقولها الآن، أنا أتحداك جيب لي من محاضراتهم من كتبهم يقول لك أنا السيد وأنت العبد. أنا أتحداك. هذه بس في مخيلة رؤوسكم، تتخيلوا أنفسكم على أنكم عبيد بشكل فظيع. تعلم ان ما بيك حضره شعبيه، وان ما بيش معقب الا عند اصحابكم والمقربين منكم.
حاضنة، ليس لديك حاضنة. الحاضنة للذي يبيع الوطن. الشعب اليمني رجعت لنا الشعب منافق، يحب اللي يبيع الوطن، يحب الذي يقصفه، يحب الذي. الأمهات الثكلى بمئات الآلاف، الأرامل بمئات الآلاف، الأطفال بملايين، الأطفال اليتامى إذا هم. أيوة هؤلاء. أنت قلت الآن سمعت وش قال؟ قال الأطفال ومدري كم ضحايا وكم أرامل. هذا كلهم يا محمد المسمري، هذا كل أم أقسمت بدم ابنها إنها لن تترك ولدها، كل أخ أقسم بدم أخوه، كل ابن عم أقسم بدم ابن عمه، كل أب أقسم بدم ولده، كل ولد أقسم بدم أبيه. هؤلاء كلهم الضحايا. من أين الضحايا؟ هذولا الأرامل والأطفال، هذولا كلهم من العدوان السعودي. ولذلك هؤلاء كلهم حاضنة. يكفي يعني كم الضحايا اليمن؟ قاربوا إلى 700,000. أنت احسبهم 300,000. احسب كل واحد معه 3، اضرب 3 ب900,000. 900,000 فرد. هذولا حاضنة لسماحة السيد القائد من أجل الانتقام من مزقهم ومن أراق دماءهم. أنت قلت لي بنفسك الحاضنة هذه منين؟ الحاضنة اللي يبيعوا بلدهم، الحاضنة اللي يسرح يدور بعد الريال السعودي، الحاضنة من يطيعون السعودي الذي مزق بلاده، الحاضنة من يطيعون ترامب وأمريكا والنظام العالمي. تعجبني والله انك ذكي جدا. الشرعيه حق امس غير شرعيه اليوم. الشرعيه حق اليوم وقعت بس ب 700 طائره مسيرها من حق الالف الضوئيه، حق السياره لما راحت من اوكرانيا بس قبل شهرين. ومعلومات كده اقول لكم بلاش. اليوم ليش معهم؟ مش قال معهم معهم مسيرات على غرض انهم كانوا يحاربوا من الايام الاولى بالصنادل، يراجمون الا بالصنادل. يراجمون الا بالصنادل. ما كان بش طيران امريكي، طيران بريطاني، طيران الماني، طيران بريطاني، طيران الكيان، طيران امريكا، طيران العالم بكله، الاف 16 اف 7 تفعت. يعني انتم ما كان بش معاكم، ده الحين قد معكم مسير. اي اعظم الطيران حق العالم كله ذي صب غرق على اليمن، ولا هذول الطيران المسير اللي معك؟ ايش اللي اختلف؟ بعدين احنا معانا رجوم وجعلناها رجوم للشياطين جاهزه. انت طلعت في النهايه مسخره. معهم 100,000 جندي دول العمالقه، 70,000 جندي طارق عفاش، 100,000 جندي درع الوطن، اكثر من 98,000 جندي من اسم هذا الطوارئ، ايضا القوات الجنوبيه، ايضا حق الشرعيه في مارب، الشرعيه في تعز، معك اكثر من نصف مليون جندي. لن تستطيع. قال لك معهم جيش ومعهم 100,000 هناك على غرض انه ما كان بش معاكم الايام الاولى. العالم كله، الجنجويد والسودانيين والباكستانيين والعالم كله واليمنيين كلهم اصبحوا، كلهم كانوا في صفكم على غرض انكم عادكم جمعتوا هذا الجيش الا ذا الحين. يا سلام، قد انتم بتنتصروا والله ما تقدر ابدا. انت الان يا مسمري بتدافع عن السعودية، تريد أن تخرج السعودية من ورطتها. السعودية تورطت وتريد أن تكون طرف ثالث، وهي مستعدة تسلم حتى راسك وتسلم الشرعية وتسلم كل شيء. أهم شيء تتخارج وتقول أنا بريء. لا والله ما تخارجت لا أنت ولا هي. وبعد أنا عارف إن هذا مش أنت يا مسمري. أنا عارف إن الذي بيتكلم هذا مش هو المسمري يا جماعة الخير، اعذروني. هذا اللي خادم السحر متلبس فيه، وهذا خادم السحر هذا لو تدروا إن يستقر بمكان خطير جدا جنب البواسير، من الجنب هكذا. هذا جني يستقر هناك. أنا عارف أنك جني. اخرج من الآدمي مجبورا مدحورا ملعونا كما لعن أصحاب السبت. اخرج ولا اتعالج بنظام الطيبات. نصيحتي لك.